فترة بيكون فيها العالم في حرب معلوماتية ما بين الشرق والغرب، وعشان يراقبوا الشرق بدأت عملية واللي تسمى بالستريكس، واللي وكلوا فيها جاسوس يسمى بالشفق، ونجح في الجزء الأول واللي هو إنشاء عائلة مزيفة، واللي دخل بنته في مدرسة اللي اسمها أيدن اللي هتساعده في إكمال مهمته. والعائلة بتتكون من الأب واللي هو الجاسوس، والأم واللي بتشتغل قاتلة متسلسلة، والابنة واللي بتقرأ الأفكار، واللي محدش فيهم يعرف هوية التاني. فما تنساش تشترك في القناة تحت وتفعل على الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدأ. بيبدا الانمي بشويه اشخاص حاطين كلاب في قفص كده، وبيجي اليوم اللي بعده واللي بيوصل فيه الوزير بتاع الشرق عشان المؤتمر اللي هيحصل عشان يهدوا المواضيع ما بين الشرق والغرب. وبتبقى انيا داخله في الاكل جامد، ولدرجه ان هي شرقت اصلا ما تفهمش فالاكل علق جوه بقها. وبتبقى انيا متحمسه جدا عشان هينزلوا النهارده يشتروا كلب، وهم في الطريق فبتقول له يا بابا هو الكلب ده بياكل فول سوداني ولا ايه الدنيا؟ لا لا والله يعني اصل هو عامل دايت ولو بوظه هيموت. وبتقوم زعلانه وقايله يعني عن كده، وبيروحوا محل الحيوانات الاليف، واللي بيطلع انه جايب لها الكلب عشان هي جابت نجمه، فبيحاول يشجعها عشان تجيب الثمان نجوم. وبيخشوا يشوفوا الكلب، واللي بتبقى حاجه مرعبه جدا يعني مش لذيذه. وبيطلع ان الكلاب دي مدربه، وان المحل ده اصلا متفق معاه. وبيقول لها ايه رايك انيا، ولكن بتديله مود كده اللي هو عليا الطلاق ما احلك، لازم تجيب حاجه عدله. وبيلف وشه وبيقول للراجل ما تشوف لنا كلب صغير كده ها يمشي الدنيا يكون كيوت كده. ويقوم الراجل قال له ثانيه، وبيتكلم في التليفون وبيقول له لقيت لك محل هتلاقي فيه كل اللي انت عايزه. وبيجي له راجل بيعمل له اشارات غريبه، بطني بتوجعني عايز اروح الحمام، اسبقوني انتوا وانا هحصلكم. والله يا ستي ده مش فاكر اسمها، فانا هسميها الام. ولكن الام بتقول له احنا نستناك هنا. ولكن انيا بتفهم هو عايز ايه، بيقول لها خلينا نسبقه لان هو بيحب ياخد براح شويه، وهو بيعمل زي الناس في الحمام. وبيمشي كل واحد في طريق، وبيركب لويد العربيه، وبيقول له انت ما قلتليش ان احنا نمشي كل ده للمقر. فالسواق بيرد عليه ويقول له لو عندك مشكله كلم المقر، انا ماليش دعوه فاهم، ما تقرفناش معاك بقى. وبيطلع ان هم ماسكين على واحد، وان هم عايزين يقتلوا الوزير اللي كان في اول حلقه. وبيروح عشان يخدعوا واحد ارهابي على ان الشفق هو بيتنكر بالقائد بتاعه، وبيمثل انه بيخونه عشان الولد يتكلم. وفعلا الخطه بتنجح، وبيتكلم وبيقول لهم على كل حاجه هو يعرفها. وبيعرفوا الخطه، وبيطلعوا ان هم هيعملوا التفجير بالكلاب، حيث ان هم هيربطوا المتفجرات عليهم، والكلاب هتروح هناك. وفي نفس الوقت بتروح انيا عشان تشوف الكلاب، وبتتبهر وبتسال الام ليه لويد ما جبناش هنا من الاول. بقى انيا بتبص على الشباك وبتشوف كلب وبيعجبها، وبيطلع ده الكلب بتاع الناس اللي ناويين يعملوا التفجر. بتسال امها، ولكن امها بتطنشها، وبتقعد تتكلم مع ست عشان تشوف لها كلب حلو. وتقوم مستغليه الفرصه، وتقوم خلعه من ورا ودخلت البيت عشان تدور على الكلب. وبتلاقيه وبتسمع انيا الخطه وكل اللي هيحصل، وبيجي حد وراها وبيمسكها، وبيطلع القائد وبيقوم مطلع القائد مطوه وراح يعورها. ولكن الكلب بيقطع الحبل وبيساعدها، ويقوم واحد ماسك عصايه فبيستخبى كده وراها. وبتبقى الام بتدور عليها وبتقول له يكون الكلب اكلها او اختطفها. وفي نفس الوقت الواد بيدور على الاماكن اللي الواد قال لهم عليها، ولكن مش بيلاقوا اي حاجه خالص. وبيعرف من المقر ان في حكومه طورت ذكاء الكلاب، ونجحت كام واحد، ولكن الحكومه دي وقعت. وفي نفس الوقت الكلب بيكلم انيا وبيقول لها التليفون هيرن، وفعلا التليفون بيرن، وبيستغل الفرصه وهو بيخلعه، والرجاله بتاخد بالها، وبياخدها الكلب فوق ظهره وبيخلع بيها وبينزل فيها الشارع. والام بتشوفه، وبتقرر المجرمين ان هم يبداوا العمليه، وبيقولوا احنا لازم نسيب المخبأ ده. والكلب بيوديها لمركز الشرطه، ولكن في الحقيقه وكان بيلف حوالين نفسه. وبيمسكوا الكلب وبيمسكوا انيا، وبتيجي امها وبتقوم ضرباهم. ولكن الراجل معاه كلب تاني، وبيأمروا انه يهجم عليهم. وتقوم بصله بصه، والكلب خفنا، والكلب طلع يجري. وانا قفلت الحلقه، حتى انيا ذات نفسها خافت، وناس بتتلم عليها، فبيجري وبيشد الكلب ولكن مش راضي، فبيخبطه برجله وبيهرب. فالام بتسال انيا ايه الحوار الكلب ده، فبتقول لها الحوار كله، ولو عايز تعرف الحوار يعني شوف الفيديو اللي فات. وبتقوم الام متاكده ان الدنيا تمام، وبيبلغوا الشرطه. بنبقى عارفين ان الكلب ده بيشوف المستقبل، وانيا بتقرا افكاره. بيبان ان العائله اللي في الصوره الاولانيه ان هي مبسوطه وكل حاجه، وفي الصوره الثانيه ان لويد مش موجود فيها وهم زعلانين. وبعد كده بيبان ان انيا في حطام، وبيطلع ان لويد ميت تحت المبنى ده. وبيقولوا في الاخبار ان مفيش حل للسلام بين الشرق والغرب. فانيا بتتشل وبتقعد تقول ده المستقبل صح تقعد تزق في الكلب تقول له هو احنا نعرف نغير المستقبل، ولكن مش بيرد عليها بكل بساطه لان ده سبحان الله ده كلب يعني. وبتقول ان هي لازم تقول لامها، بس مش عايزه تقول لها عشان ما تتفضحش القوه بتاعتها. بتقوم قايله للكلب يلا بينا، وبتقول للام ان هي نسيت تدي لبابا المناديل، اروح اديها له واجي. وبتركب الكلب وبتجري الام وراهم، ولكن بعد ما تكون خلصت المكالمه وبيجي المركز البلاغ بتاعهم اللي هم لسه مقدمينه. وبتبقى بقيه الفرق من المجرمين رايحين مكان تاني، وبيلاقوا البوليس وبيمسكهم وبيربطهم. بيبقى في فريق تاني مسك 3 كمان من المجرمين. بقى الفريق كله اتمسك ما عدا القائم بتاعهم، وبيقول ما عادش فيه غير ساعتين على الاجتماع. وبيبقوا بيستجوبوا الناس اللي مسكوهم، وبيبقى لويد موجود معاهم. وبتساله المدير انتوا عايزين ايه بالظبط، يقول لها احنا عايزين نبادئ الغرب. وبتقوم مدياله رجله وبتقول له عمرك شفت حد اتقتل قدامك؟ طب عمرك عرفت ان انت اطرافك ممكن تتقطع من الطلقه وصوت تكسير العظام؟ عمرك شفت اهلك ميتين تحت مباني؟
عمرك حسيت بالجوع لدرجه ان انت تاكل البشر او عمرك طبخته؟ يبقى كده انتوا معرفتوش حاجه عن الحرب يا شويه اطفال. وبيبقى الرئيس بتاع المنظمه رابط القنابل حوالين الكلب وبيقول له اول لما تشم ريحته روح له. وبيبدا يفكر في الفخاخ اللي هيعملها لو حد حاول يوقفه. والمديره بتقول للواد انت هتبقى في المنطقه الف واللي احتماليه للتفجير، فمهما حصل حاول توقفهم باي ثمن. وفي نفس الوقت انيا بتروح عند المكان اللي شافت ابوها فيه وبتوصل هناك، ولكن فانيا بتحاول تعرف الساعه كام لكنها مش بتعرف تقراها. فبتسال راجل عجوز فبيقول لها الساعه ونص، يعني لسه نص ساعه بالظبط، وهي اصلا مش عارفه النص ساعه فيها كام دقيقه. ماشيين بيشوفوا العربيه اللي فيها الراجل التاني والكلب بيشمهم، كان رايح عليهم ولكن الراجل بيمسكه ويدخل له عربيه تاني وبيبقى حاطط فخ في المكان اللي كان قاعد فيه وبيمشي. وبيطلعوا انيا والكلب عشان يدوروا على القنبله وبيلاقوا المكان. وانيا راح تفتح الباب ولكن الكلب بيهوه على ولا انت لو فتحت الباب هيفرقع. فبتلاقي شباك صغير وبتتشقلط جوه وبتبقى راحت تفك القنبله ولكن بتقول هفكها ازاي؟ بتفكر على الافلام اللي هي بتشوفها ان بيبقى فيه سلك ازرق واحمر ولكن بتتشال لان السلوك كلها سودا. فبتقول هتعمل ايه فبيجي لنا ان لويد واصل لنفس المكان اللي هي فيه ويبقوا طالعين يشوفوا الشقه ولكن بيلاقوا الشقه مكتوب عليها ممنوع الدخول بالكاتشب. طلع راجل من الفريق اللي مع لويد وراح يفتح الباب وبنرجع لانيا تاني وهي بره وبتبص على الساعه وبتوصل الساعه بالظبط ولكن لسه مفيش اي حاجه حصلت. وتقول نجحنا ولا ايه؟ ولكن الكلب بيشوف المستقبل وبيطلع فعلا ان هم نجحوا. وبيطلع لويد وقف الراجل قبل ما يفتح الباب، شاف فعلا الفخ اللي هم كانوا عاملينه. وبتبقى جايه الشرطه السريه فبيهربوا وبيجي الوزير نازل ولكن ما يرضاش ان حد يركب معاه وبيبقى عارف ان الكلب جاي وراه بسبب ريحته. وبيبقى لويد واخد من الوزير بدله عشان يلبخوا الناس بالريحه غلط وبيفضلوا يجروا ورا بعض ولكن بيجي عربيه فيها الفريق بتاع لويد وبيضربوا عليه وبيديله طلقه ولكن بتيجي في الازاز وبيضربوا عليه من كل حته ولكن بيرمي عليهم قنبله وبتتقلب العربيه. وبيرجع الوزير الفندق والكلب بيجري وراه ولكن الوزير رشيق فشخ ومش عارف بيعمل كده ازاي. واللي بيطلع عليه الكلب واللي بيطلع ان الوزير ده هو لويد بيقوم ضرب نار على الحبل اللي على الكلب وبيرمي القنبله بعيد وبيبقى الكلب مسكه من ايده وبيجي صاحب القنبله وبيشوف الكلب عضه فبيقوم دايس على الزرار القنبله بتنفجر ولكن لويد رماها في البحر عشان ما تعملش اي مشاكل. والولد بيتصدم وبيفتكر ان الوزير عمل كل ده وبعد كده بيشوف واحد من الظل واللي هو لويد واول ما بيعرف ان هو مش الوزير بيقوم خالع على طول. ولسه لما بتدور على انيا بتبص كده لقيت عربيه معديه قامت بوم نطه من على الكوبري زي اي عاديه جدا بتقوم رزعاه رجل مكسره العربيه اسمها حتتين وبتكلم البوليس الو بوليس انا ست بيت عاديه ولقيت ارهابي راكن على الطريق هناك كان عمل حادثه يعني عاديه ست عاديه خالص خالص. وبتكمل انها تدور على انيا ولا كأن في اي حاجه حصلت وبتبقى كده العمليه انتهت. ولويد بيقول لازم اخلع انا بقى. بيبقى الولد ماشي في امان الله فبيلاقي في تقاطعات وسبحان الله بيلاقي انيا على اليمين والام على الشمال. فما تجيش تسالني هو المؤلف عايز كده. ويقوم لويد شايف الكلب ده يقول انت جبت الكلب ده منين؟ وانا مش قلت لك ما عادش تمشي لوحدك؟ انا اسفه اهم حاجه انت كويسه دلوقتي؟ ايوه الكلب ده هو اللي حماني. وبيعرف انه من الكلاب التانية وبتيجي المديره بتاعته على انها من امن الدوله وبتقول لها ان هي لازم تاخد الكلب ده ولكن هي بتشبط في الكلب ده وبتقول لهم بقول لكم ايه الكلب ده لو ما جاش معايا انسى ان اروح المدرسه دي تاني وهتلاقي صواعق نازله على دماغك وبتقعد تصيح صياحه طرب. بتوافق المديره وبتقول له الكلب ده تحت اشرافها. فبياخدوا الكلب عشان يتاكدوا انه ما عندوش اي امراض ولو كويس هيرجعوه تاني يوم الصبح. وبيصحوا تاني يوم بيخبطوا عليهم وبيجي لهم الكلب. واول ما الكلب بيخش البيت بيجي له فلاش باك عن الكلب واللي بيبقوا جايبين له من زباله ياكل منها ويكهربوه. فبيقول لهم ارفعوا شده التيار. فبيقول لهم احنا لو رفعنا شده التيار اكتر من كده هيموت. فبيقولوا له ما تخافش احنا عندنا كلاب كتير ولا كانه كائن حي. ولكن انيا بتفصله من الكلام ده وبتقول له انت دلوقتي من العيله بتاعتنا وبتحضنه. وبيجي اليوم اللي بعده وبتبقى انيا لابسه لبس المدرسه وبتروح تقول للويد مش هناخد نجمه عشان انا ساعدت في هزيمه الاشرار دلوقتي وانقذنا العالم ولا ايه؟ ولا لا لازم نخلي الموضوع ده سر ما بيننا كده. وبتقول في نفسها كده طالما احنا مش هناخد نجوم فما فيش غير حل واحد. تخيل ان هي بتقول للولد ده ان هي عندها كلب بيقولها بجد ما تجيبي كلبك ونجيب كلبي ونشوف مين اللي كلب اكبر. تقوم بصه حته الدين بصه يا ديدي. وبتيجي صاحبتها تسلم عليها ولكن بتلف وشها بكل غموض وبتقول لها اسمعي يا بكي انا عندي كلب. ما لها بجد ممكن اجي لك البيت؟ وتقوم اني اول ما تسمع الكلام ده تقوم سايباها وماشيه وبتروح للولد بتقول له وهي بتبص له بصه ضحك جدا كده تقوم قايله له اني عندها كلب. يقول لها وبعدين فاني بيجي لها ايرور كده وبتقع على الارض. يقعد الاثنين اللي جنبه دول يقعدوا يطبلوا له ويقوم قايل اني الكلب ده اسمه ايه واني بتتبسط وكل حاجه ولكن بيجي لها ايرور لثاني مره وبتفتكر ان هي ما سمتوش قال لهم اسمه سيد كلب. فبيلفوا وشهم وبيمشوا. فبتسال بيكي بتقول لها ازاي اسمي كلبي؟ تقول لها سمي على اسم طعام زهره. فاني على طول طعام فول سوداني على طول. وبيقرروا في الاخر ان هيسيبوا اهلها هم اللي يسموا الاسم لان ده مش مكان انيا. وبتخلص انيا المدرسه وبتروح البيت ولسه داخله بتلاقي ان الكلب نط في وشها وانيا بتصيح الحقوني هياكلني. وبعد كده بتقول لهم ينفع ننزل نتمشى شويه؟
ويقوموا ماشيين، الام بتقول لي لازم تعلميه الاكل بقى، ازاي ياكل وازاي يشرب والحاجات دي كلها. وهل فكرتي في اسمي ليه؟ يعني بقى جيتي على الجرح، يعني انا ماليش في الحوارات دي. وبعد كده بيخشوا حديقه الكلاب، وانيا بتطير وبتتشقلب ولا كأن هي كلب. بقول له ما تتحمس كده يا جدع، يا جدع اتحمس كده يا جدع. وانيا بتشوف واحده ايه بتمسك طبق كده وتقوم رمياه، فالكلب بيجري عليه، فانيا بتشغل دماغها انا معيش طبق اعمل ايه؟ وتقلع على الجزمه وقامت حاتفه الكلب. انا في ذمه الله مش قادر اروح في حته. بتقوم ايه راح لابسه الجزمه وبتعدي على الناس تقول لهم انتوا ازاي سميت اسم كلبكم وكده كده، ولفت بقى على الناس كلها. وفي الاخر قالت له الاميره برابس بس سميته على اسم اميره، لا اميره انتي ايه. وبيبقى قاعدين بيتفرجوا مبسوطين، وبيفكر لويد ان هو بعد ما المهمه دي تنتهي هيسيب كل ده. يلا بينا عشان نمشي. بعد كده بيكتشفوا ان جوانديات انيا امها مفقوده وهي مش لاقياها، فبيدور عليها وبيلاقوها في بق كلب. فانيا بتروح تاخدها، فالكلب ده بيجري عليها ويبقى عايز يعضها. الكلب بتاعنا يقوم واقف كده، الكلب التاني ايه ده ايه ده في ايه ده تحت جبل، يقوم سايب البتاع وفلسه على طول، يقوم واخد الجوانتيات ومديها لها. فانيا بتفتكر لقطه من بوند مان، فاول ما بتروح بيجيلها الفكره دي وتقوم ملبساه البتاع زي توكه كده على الرقبه، تقوم قال انت اسمك بوند، وبتديله الاكل عشان ياكل. فقالت ايه مجرب كده واحده، تقوم واخده لها واحده بس جلت معاها شويه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش معانا في الفيديو، ما تنساش يعجبك، وده فيديو تاني هيعجبك، ويلا بيس.